لا لا لا، انت بتهزر. اه والله الاهلي كسب. لا لا لا، بقول لك ايه، انت اكيد بتهزر. الاهلي كسب واحد والله. الاهلي كسب. ده واحد. يا نهار ابيض، الجديد ايه ده؟ انا كنت قاعد بكتب للقبطان، بقول له بقى مره بقى تتغلبوا. التويطه مفيش فايده، مفيش فايده. يعني يا جماعه، انا كتبت لهم قلت لهم ده ريال مدريد وبرشلونه بيتغلبوا. هو في ايه؟ هو في ايه؟ بعدين بيكسبوا في كل حاجه. لا يا راجل ما تقولش. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ليه كده؟ ليه كده؟ 3 دقايق. او 3 دقايق. ليه كده؟ حرام عليكم، ما عندكمش اخوات بنات؟ اصرار ايه يا عم؟ اصرار ايه؟ هي لازم بالامر كده. حاوي. ده خلاص كده. طب انا قاعد بعمل ايه هنا؟ ايه اللي بيخليني انزل اشتغل كل يوم اذا كان مفيش امل؟ خلاص كفايه كده. لو ايه كول قوي يعني، مفيش ايه، احنا كسبنا يعني. على اخواننا اللبنانيين هيدا عادي. غير طبيعيه. النادي الاهلي النهارده كان في برج سعده، يعني طبعا في مجهود وتعب واداء وتركيز وجديه شديده. لكن قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه، لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمره واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات انشائيه مجازيه تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الاهلي. ولكن النهارده عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهارده. احتفاليه غير عاديه. ربنا يسعدكم. يعني انا بشعر ان حضراتكم بتفرحوا فيا اكتر ما بتفرحوا للاهلي. يعني هذا الاحتفال وايه، كل الناس عايزه تسجله. ايه عادي، الف مبروك وبتاع وشوية. فكل واحد يجي يقول لي، اقول له ايه الف، يقول لي لا الف مبروك ايه، انت قلت ان انتوا هتكسبوا. يا عم انا غلطان، يا عم انا حسبتها غلط، يا عم انا مش ولا تفهم اي حاجه. المباراه دي يا جماعه حصل فيها 3 أشياء غير ممكنه، عشان بس برضو تفهموا انا موقفي فين. عايز اقول حاجه وارجوكوا اسمعوا اللي هقوله ده بقوه. لا الاهلي هيفضل كده، ولا كهربا هيفضل يلعب بالاهلي في الاهلي، ولا شريف الحريف هيفضل حريف. 3 هم زي ال3 التانيين. واحد، الاهلي مش هيفضل يلعب كده. كهربا مش هيكمل. الى كل مواطن مبسوط ان انا متضايق، سعادتي في سعادتك. الناس كانت بتدور عليا بمنكاش. دي ليله نص البلد نامت حزينه، نصها بالظبط. قد ايه؟ نص البلد نامت حزينه. ده يرضي حد؟ هي في فرقه بتقعد تتغلب على طول كده؟ يعني في فرقه تفضل متدهوره طول الوقت؟ يعني التدهور يفضل مستمر؟ شيء غريب يعني. فرقه تقع وبعدين تقف تاني. ماتش كان غريب جدا، وفي ملاحظتين مهمين. اولا
اللعيبه ما لعبتش اللي هي لعيبه الزمالك، والمدرب ما دربش. يعني احنا قدام ملعب فيه لعيبه ما بتلعبش، واي لعيب النهارده في الزمالك اترقص بسهوله. دي فرقه تركز ازاي؟ الفرقه خلاص انتهت وبقت بتنزل تتلطش. يعني النادي بقى بينزل. احنا النهارده كنا بنلعب قدام فريق عالمي. اللي بيجرى مع الزمالك دلوقتي هبل وحرام بجد. البهدله ديت لنادي واخد الدوري سنتين ورا بعض انه يتعمل فيه كده. بجد النهارده الماتش مش عايز اقول كلمه، غريب. والله يكون في عون جمهور الزمالك، الله يكون في عون، لانه العند والشد والجذب والمشاكل والمش عارف ايه في النهايه طلعت على الفرقه حب العزيز. انا قاعد اتفرج مش مصدق، بجد بجد مش مصدق. ليه كده؟ لمصلحه مين اللي بيجرى ده؟ حاجه غريبه وشيء لا يعني ما تصدقوش. طب وبعدين واخرتها؟ خلاص لا تصرف فلوس بقى، حرام. والمدرب ده هو قاعد بيشتغل ما يشتغلش، ومعاه مدرب تاني بيشتغل ما يشتغلش. بقى عندنا شيء مش موجود في مصر ولا العالم. وفي النهايه الاتنين ما بيدربوش، وفي النهايه اللعيبه ما بتلعبش. حاجه تنقط. صدمة وجنون الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب بعد فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك 4-1، واتهامه طبعا الواضح لمرتضى منصور بأنه فرغ النادي من اللاعبين، وأن هو سبب انتقال اللاعبين إلى النادي الأهلي أو نادي بيراميدز، وأن الموضوع كله كان فيه شبه صفقات هو مستفيد منها هو وابنه. كمان يعني ذهول منه بالنتيجة، وان النتيجة كانت نتيجة كبيرة جدا هو ما كانش متوقعها ولا اي حد من الزملكاوية كانوا متوقعينها، برغم ان اللي يفكر صح وانه يركز كويس يعرف ان النتيجة ديت نتيجة عادلة، وان كان ممكن النتيجة دي تبقى اكبر من كده بكتير، لان الطريقة اللي بيلعب بيها المدير الفني لنادي الزمالك هي طريقة ما تنفعش او لا يوجدها اللاعبين المصريين، وهي انك تلعب في خط الظهر ب3. دي بتكشف خط الظهر عندك بشكل كبير، وبالاخص لو بتلعب مع نادي عنده لعيبه عندهم سرعات ولعيبه عندهم قدرات على الشوط، عكس النادي الاهلي اللي بيلعب ب4 في خط الظهر. عشان كده كان في صعوبه في ان شيكابالا او زيزو انهم يستخدموا القدرات اللي عندهم في الشوط، وبالتالي النتيجه دي تعتبر نتيجه عادله جدا. ولولا ان الاهلي تراخى في الشوط الثاني وانه كان عايز يخرج بالنتيجة كما هي، كانت ممكن النتيجة تكون اكبر من كده بكتير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للقناة وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.